اهلا وسهلا، مرحبا بكم. شوي خلينا نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، عنصر جديد يغادر الاطار الفني للترجي. نحكيو على وين وصلت المفاوضات مع فراس الشواط، ونحكيو زاد على عنس جابر ومغامرتها مع ويمبلدون اللي بدات اليوم من خلال اولى المقابلات. قبل هذا الكل نمشيو الرادس، نمشيو لممثلنا في الدور الثاني من كاس سلمان للانديه العربيه. نحكيو على ذهاب الدور الثاني، مقابله تلعب في رادس بين السي اس اس والهلال السوداني. وين وصلت الامور في مقابله بدات 5:30 تقريبا مع احمد عادل. احمد مرحبا. مرحبا بك اسكندر، مرحبا بكل مستمعينا في موزايك اف ام. 35 دقيقه لعب هنا في ملعب حمادي العقربي برأس. الفريق المضيف هو الهلال السوداني اللي نظرا لظروف الحرب هو اللي استقبل في ملعب حمادي العقربي برأس. والمفاجاه كونه الهلال السوداني متقدم على النادي الصفاقسي بهدف ل0. خلينا نعطيكم اهم مسار في المباراه. دقيقه 12 كان النادي الصفاقسي يتحصل على ضربه جزاء، ولكن اشرف الحباسي يشوط الكره باليسار، والحارس حارس الهلال السوداني عيسى فوفانا يشد ضربه الجزاء هذه. ثم بعد دقائق 23 تقريبا لعب مكابي ليلوبو كان سدد تسديده، حط الكره قعلول في الركنيه. ثم في دقيقه 25 تسديده الركنيه نور الزمان الزموري يرتكب الخطا على عثمان الضيوف، وقائد الفريق يوسف محمد عبد الرحمن يتولى تسديد ضربه الجزاء هذه ويفتح بها النتيجه في المباراه. كما قلنا 35 دقيقه 36 دقيقه لعب لهنا. الحقيقه اسكندر فريق معناه الهلال السوداني من افريل تقريبا ملعب حتى المباراه. نادي الصفاقسي مازال يكمل البطوله، والمردود حتى توا يظهر العكس. يظهر لي حسب ماني قاعد نشوف الاكثر كونه الهلال السوداني حاضر اكثر برشا من نادي الرياضي الصفاقسي، خاصه كونه نادي الصفاقسي زاد نقطه استفهام اخرى بخلاف تجديد العقود لبعض اللاعبين. يلعب بثلاثه ملاعبيه في اللاكس كونتر ايكيب ينجم يكون برونابل برشا في الديفونس نتاعها. وهنا شفنا النتيجه، الفريق متاخر بهدف ل0 بعد مرور 37 دقيقه هوني لعب في ملعب حمادي العقربي براد. ان شاء الله يتدارك الامور. الاطار الفني ساعه للسي اس اس، اذا كان فما حاجه تتبدل تمشي بها السي اس اس القدام، زاد كيف نادي الرياضي الصفاقسي ان شاء الله يدارك الامور فيما تبقى من المقابله. نذكر فما اياب زاد ان شاء الله في المهيري نهار الجمعه. ان شاء الله كل التوفيق والحظ السعيد للنادي الرياضي الصفاقسي. ودوكا كما كان يحكي احمد في 7 دراج تقريبا خاسر 1-0 في رادس قدام الهلال السوداني. ان شاء الله زينه فيما تبقى من المقابله. اقعد معنا احمد في اخر نشره، نرجع ناخذ من عندك التوقيت والنتيجه في مقابله السي اس اس والهلال السوداني. الترجي الرياضي التونسي كما قلنا انيس البوسعايدي يعلن اليوم نهايه التجربه مع الترجي الرياضي التونسي على صفحته الرسميه. يقول انيس انه الى هنا تنتهي رحلتي مع الترجي الرياضي التونسي. تجربه اعتبرها من بين افضل التجارب اللي خضتها طوال مسيرتي الرياضيه. زوز مواسم في حضره هذا النادي العظيم عشنا فيها الحلول المر، حاولنا سعينا اجتهدنا، اصبنا مرات ولم نصب لمرات، لكن الاكيد اننا سخرنا كل جهودنا وبذلنا كل ما في وسعنا دون حسابات لإسعاد الجماهير الترجي الرياضي التونسي الرائعة وكل مكوناته. قال انيس البوسعايدي في التدوينة هذه: أشكر الجميع، إطارات فنية طبية لاعبين وجماهير على الاحترام وحسن المعاملة. شكر خاص إلى السيد حمدي المدب على ثقته ووقفته ودعمه المتواصل. كانت فرصة لأكتشف عن قرب إنسان محترم مستعد لكل أنواع التضحية من أجل ضمان النجاح لناديه الذي يعشقه بجنون. أدخل رسميا في عطلة قصيرة، أعود بعدها بأكثر إصرار وعزيمة للإمساك بالمقاليد الفنية في تجربة جديدة. أرجو من الله أن يرزقني خلالها التوفيق والتميز. كل تمنيات القلبية بالنجاح والتتويجات والمجد الدائم للدولة الترجية. انيس البوسعايدي المدرب المساعد السابق في الترجي الرياضي التونسي. كما قلنا هذا نص الوداع ولا إعلان رحلته ونهاية الرحلة مغامرته مع الترجي الرياضي التونسي. نقعد مع الترجي واتفاق مبدئي حاصل مع المهاجم فراس الشواط اللي فسخ عقده مع الإسماعيلي المصري من طرف واحد. الملاعبي قعدنا مع المدير الرياضي للترجي طارق ثابت، حكى مع رئيس النادي حمدي المدب. بعد نحكي على بعض التفاصيل اللي ما زالت محل تفاوض بين زوز أطراف. إذا كان تمت شواط باش يصحح عقد ب3 مواسم مع الترجي. نكمل بالتنس. تأهلت اليوم أنس جابر للدور الثاني من دورة ويمبلدون المفتوحة في انجلترا. برابولونس اللي تتعدى في أولى مقابلاتها إلى الدور الثاني. الدور الأول ربحته اليوم قدام ماغدالينا فريش من بولونيا رقم 70 عالميا. ربحت زوز مجموعات مقابل 0. أنس تفاصيلها 6-3 6-3. تستنى في الدوزيام تور بونافونتور من بلجيكا وإلا باي من الشين من الصين. دونك واحدة من زوز هذوما باش تكون موجودة مع أنس جابر في الدور الثاني من دورة ويمبلدون المفتوحة.
النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikfm.net. قبل النشرة كلمتين من راد صحيح، يعطيك الصحة مروان، ذكرتني اللي أحمد عدالة عنده التوقيت والنتيجة في مقابلة السي اس اس والهلال. أحمد 40 دقيقة هوني في ملعب حمادي العقربي برادس، ونادي رياض الصفاقسي مازال متأخر في النتيجة رغم اللي كان ثم تسديدة مخالفة كان نفذها حسين علي، ولكن حارس عيسى فوفانا مرة أخرى حط كرة في الكورنير. 40 دقيقة 1-0 للهلال السوداني أمام النادي الرياضي الصفاقسي. شكرا لك أحمد وشكرا لمروان، نذكر اللي أنت موجود. أحمد بارك الله فيكم الزوز. نشرة مرة أخرى نعاود نذكر تلقاوها على www.mozaikfm.net. يرجع لكم تسويت مالك ومروان وكامل ليكيب في عون بحرك.